بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نشارك معكم اليوم هذا الكيك. كيف ما كتشوفوا هي بالنسبة لوليداتي قال لي ماما هذه كيكة السعادة، لأن فعلا هي كيكة السعادة لعشاق الشوكولاتة. كتشوفوها غنية بالشوكولاتة وكريمة رائعة، طبقات كلهم لذاذ. نتمنى تجربوها، فعلا جات غزاله هاد الكيك. نتمنى تجربوها لوليداتكم في هاد العطله. هي منعشه بارده وصيفيه، كتكال بارده. نوضعوها في الثلاجه عده ساعات حتى تبرد، وإلا باتت غدا تصبح غزاله وتصبح شاربه لينا الكريمه مزيان، وشاربه لينا كذلك الحليب اللي غنسقيوها به. هنا راه كاينه الطبقه ديال الكركاع ما واضحاش، لان الكركاع تشرب بالكريمه. انا وضعتها في الثلاجه حتى بردات، والكركاع تشرب لينا الكريمه ديال الشكلاط وما بقاش تيبان الكركاع. ولكن فاش تنتناولوها تنحسوا بالمذاق ديال الشكلاط ديال الكركاع معلك مع الشكلاط. كنتعرفوا الكركاع والشكلاط كيتواتاو بشكل كبير. نتمنى تجربوا هاد الكيكه، راها غزاله وبحجم كبير، حجم عائلي، يعني ممكن تكفانا لعده اشخاص. هنا البيض عندي صغير، الا كان البيض كبر من هاد البيضه هذه تعملوا غير بيضه واحده وتنقصوا الكميه ديال الطحين. انا كان عندي بيضه صغيره وبيضه شويه كبيره، استعملت 2 بيضات. خديت رشه ديال الملح، غادي نستعمل كاس العنبه ديال السكر حبيبات او 120 غرام. كذلك غادي ناخذ 3 المعالق كبار من الكاكاو المر، كاس ديال الحليب اللي غندفيه من بعد، معلقه كبيره ديال الخل. غادي نستعمل فانيلا وجوج خمارات، وعندي 300 غرام ديال الطحين اللي هما 3 الكيسان ديال العنبه. وغادي نضيف معلقه اخرى في الاخير. والزيت عندي كاس الا ربع ديال الزيت. وكذلك الماء عندي الماء سخون، يكون سخون مزيان. غادي نضيف نصف كاس ديال الماء سخون مزيان. تقدروا تضيفوا ليه نتوما نسكافي او قهوه سريعه الذوبان. هنا خديت العجانه، ممكن تاخذوا اي طراب عندكم، انا جاتني العجانه اسهل. عملت فيها البيض، الفاني، الرشه ديال الملح، كذلك السكر حبيبات، وعملتهم حتى ضاعف الحجم ديالهم. من بعد خفضت السرعه، ضفت الكاس اللي ما عامرش ديال زيت المائده، يعني الزيت ديال الكاس ديال العنبه اللي ما عامرش. ومن بعد غادي نعاود نزيد في السرعه حتى يتخلط ليا هذا الخليط، يتجانسوا ليا العناصر مزيان. ومن بعد غادي نزول الطراب الكهربائي، وغادي نستعمل فقط الطراب اليدوي. انا دفيت الحليب وضفته. هنا انا ما تنحركش بالزربه، غير مسرعه الفيديو باش ما نطولش عليكم. ومن بعد غادي نضيف النواشف. انا غربلت الطحين من قبل ما نعبر الطحين غربلته، والخمارات غادي نغربلهم، وكذلك حتى الكاكاو المر غادي نغربلو. من الاحسن البنات المبتدئات يغربلوا كلشي باش ما يتعذبوش، باش ما يبقاوش لينا الكتل هكا ديال الخمارات او الكتل ديال الحبيبات الشوكولات او هاد البودر ديال الشوكولات، عفوا، يبقاو لينا دوك الحبيبات مكورين في العجينه. غادي يعذبونا. هكا تيجينا الخليط ساهل، وحنا تنضيفوا الطحين غير بالتدريج. من بعد غادي نضيف الماء يكون سخون مزيان تقريبا غليان. هكا تيساعدنا الماء والخل غادي يساعدونا. انا الماء غادي نضيف ليه الخل وغادي نضيفه، غادي يساعدنا. كتشوفوني ضفت الخل هنا معلقه تقريبا كبيره ديال الخل. هذا الخل هذا ما نعمروش المعلقه بزاف لانه شويه تيكون مجهد. والفران راه تيسخن من قبل. الفران تيسخن غير باش يساعدنا الكيك توجد لينا دغيا، والكيك ما تكونش ثقيله بزاف. الكيكات اللي تنبغيو نسقيوهم خاصهم يكونوا شويه خفاف. كتشوفوا القوام ديال الكيكه راه خفيف. غادي نضيف ليه انا فقط معلقه اخرى ديال الدقيق، هكا باش ما يهبطش ليا الخليط في الفران. تنقول لكم دائما البنات الكيكه الا كانت خفيفه راه كتطلع بسرعه في الفران، غير كتخرج وكتهبط. الا كانت ثقيله كتجينا الكيك مدقسه، خاصه هاد الكيك بغيناها بحال الجينواز لان باغا نسقيها. فكتشوفوا الخليط ديالها ما ثقيلش بزاف وفي نفس الوقت ما خفيفاش بزاف. كتشوفوا القوام ديالها كيفاش داير. وهذا المول راه كبير، يعني كتجينا كيكه بحجم عائلي. وغادي ندخلها الفران طيب. من بعد هنا غادي نستعملوا نتوما حسب اللي بغيتو، اما بودره الكاسترد اما مايزينا. حاجه وحده غادي نستعملوا منها 3 المعالق كبار يكونوا عامرين مزيان. انا هكا فضلت نستعمل بودره الكاسترد لانها كتكون لذيذه. ضفت 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات، ضفت فانيلا وحده، رشه خفيفه ديال الملح،
و3 المعالق ديال بودره الكاسترد يكونوا عامرين مزيان البنات، يعني هكا باش يجينا القوام ديال هاد الكريمه يجينا غزال. نخلطوا هكا دائما، يعني النشا نحاولوا نخلطوه دائما مع السكر حبيبات، لا بالنسبه للمايزينا او حتى الفلو. لا بغينا نوجدوا الفلو، لان الا وضعنا الفلو مباشره وخوينا عليه الحليب راه غادي يتكتل وغادي يعذبنا، ما يبغيش يتفك لينا وسط الحليب. دائما نخلطوهم النشا مع السكر حبيبات كيتجانسوا باش دغيا كيتخلطوا ملي تنضيفوا ليهم الحليب. انا عملت هاد النواشف اولا، خلطتهم هكا في شي اناء من الاحسن. انا عندي هاد الاناء البنات، عندي جوج ديال الاناء مخليهم غير فقط الكريمات والحاجه اللي هي حلوه، يعني ما كنطيبش فيهم الكفته او لا صوص او شي حاجه ديال البصله، خليهم فقط الحلوه. شحال من اناء تيكون خاص غير كسرونه او مقله او اي حاجه خاصه غير بالكراميل والحلوه. هنايا العنبه، عندي كاس ديال العنبه عبر 3 الكيسان ديال الحليب. من الاحسن يكون عندنا حليب كامل الدسم. الا كان عندنا الحليب عادي خفيف نقدروا نزيدوا عليه شويه ديال النيدو باش تجينا الكريمه هكا غزاله. كتشوفوا هنا راه دغيا تيذوبوا لينا هذوك الحبيبات ديال النشا. غادي نخلط هذا الخليط ونوضعه فوق النار على عافيه متوسطه حتى يغلى على هذا الشكل. وغادي نضيف ليه كميه ديال الزبده، معلقه صغيره او كبيره، المهم تكون من اصل حيواني من الاحسن. الا ما كانتش شي زبده من نوع جيد بلاش منها. غادي نبقى نحرك هكا في الخليط حتى يدفى شويه، ومن بعد نغطيه بلاستيك غذائي، يكون بلاستيك يلامس الوجه ديال الكريمه باش ما تعملش لينا قشره. نحتفظ بها جانبا حتى تبرد، ومن بعد ندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان مزيان. والكيكه بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا راه ما هبطات ما والو، الكيكه باقا سخونه. وانايا ثقبتها مزيان مزيان بالفرشيط، وخديت هذاك الحليب نفسه اللي انا وجدت منه الكيك والكريمه. غادي نضيف هذا الكاس نسقي به الكيك مزيان، وغادي نضيف نصف كاس اخر. انا الحليب هنا ضفت ليه البنات نيسكافي، الحليب غير دفيته في الاول شويه وضفت ليه معلقه ديال نيسكافي وبقى جانبا حتى برد، ومن بعد كنسقي به الكيك. هنا كيف ما كتشوفوا الكريمه خليتها في الثلاجه حتى بردات مزيان مزيان. وعندي هنا لاموس شوكولا كنت واضعاه من قبل في المجمد، يعني هاد لاموس شوكولا غادي يجيب لنا الكيك خطير. تقدروا تستعملوه، تقدروا تستغناو عليه. انا هنا خديت 2 علب ديال دانيت، حتى هما كانوا في المجمد. هنا خديت كميه من شوكولاته عاديه او شوكولاته غيش اللي موجود عندكم، زدت ليها نصف ديال العلبه ديال دانيت وغنحتفظ بها للتزيين، والنصف الاخر مع العلبه ديال دانيت الاخرى غادي نضيفهم للكريمه. وهما كنأكد عليكم كلشي درتو في المجمد باش يجينا ساهل تطلع لينا الكريمه. عندي هنايا البودره ديال لاموس، عندي كيف ما كتشوفوا هذه العلبه ديالها موس الشوكولا غادي نستعملها مع الكريمه اللي حضرت من قبل، كذلك مع دانيت. هاد العناصر كلهم البنات كيعطيو مذاق خيالي، شي كريمه اللي هي خطيره. وعندي هنا كميه ديال الكركاع، تقدروا تستعملوا 100 غرام 150 غرام، تقدروا تستغناو عليه وتضيفوا فقط البسكوي صابلي من الاحسن او اي نوع كيعجبكم. انا هنا الكركاع دخلته الفران حتى تحمر شويه، زولت ليه القشور وهروشته هكا يعني غير في الهاشوار ولا في الروبو. والكريمه ضربتها مزيان، وهي راه كلشي العناصر ديالها باردين كانوا في المجمد من قبل باش ما تعذبناش دغيا كيطلع. غادي نوضع هاد الكريمه هكا مزيان، وغادي نضيف طبقه ديال الكركاع. هنا طبقه ديال الكيك، طبقه ديال الكريمه، وغادي نضيف هاد الطبقه ديال الكركاع. هي غتوضر وسط الكريمه لانني غادي نعاود نضيف ليها طبقه اخرى ديال الكريم، ما غاديش تبان، ولكن في المذاق ملي تنقطعوا الكيكه وتنذوقوها تنحسوا بواحد المذاق رائع هكا باش تلصق لينا الكريمه بسهوله فوق الكركاع، لانها بسباتول غادي تهز لينا داك الكركاع وما غاديش تلصق تعذبنا. نعملوها باحسن بلاستيكه او شي بوش بحال هكا، ونبداو تندوزو الطبقه الاخيره ديال الكريم. تيقوني البنات هاد الكيكه راها جات غزاله، جات غزاله خطيره وليداتي احمقوا عليها. غادي نعاود نعمر الكريمه اللي بقات ليا ونعمر هكا غير بشويه، ومن بعد غادي ناخذ سباتولا وغادي نسوي ليها الوجه بلا ما نعاود نهز سباتولا، يعني غير غنهزو سباتولا غيتهز مع داك الكركاع، وحنايا تندورو هكا في السباتول تنقادو الكريمه حتى ما كيبقاش يبان لينا الكركاع. هذا ممكن هكا نهزو سباتولا من على الكريمه.
وحنا تنقادو ليها الوجه هكا. راه كتشوفوا ما شاء الله الكريمه عمرات المول. هذا المول راه حجم كبير، يعني اكبر حجم في المول، غير انا ما عبرتوش ما عارفاش شحال فيه ديال القياس. وهنايا الكريمه اللي ذوبتها من قبل غادي نوضعها ونبداو تنزينو هكا خطوط دوائر، او المهم نزينو بها الشكل اللي بغينا. نقدروا نرسموا اي شكل بغينا، وحنا تنزينو الوجه ديال الكيكه ديالنا. هاد الكيك البنات نقدروا نفرحوا بها الوليدات، نعملوها في الكوتي هكا مع عصير في هاد الصاد هذا، نقدموها للضيوف، نديوها معنا الا مشينا عند شي حد عزيز علينا، علاش لا. نتمنى تجربوها. وخديت هنايا كميه ديال الشكلاط، خديت انا حبيبات ديال الشكلاط، تقدروا تحكوا الشكلاط اي شكلاط عندكم. خديت انا هنا بيبي شوكولا، وخديت كذلك هاد الشوكولا هاشي راه كتباع عند الناس اللي تيبيعوا يعني لوازم الحلويات، كتكون لذيذه وكتعطي منظر غزال في التزيين ديال الكيك. وممكن تعملوا فيرميسال، ممكن تعملوا اي شكل عندكم. عملت هنايا اوراق الذهب. نتمنى تجربوا الكيكه كيف ما شفتوا المراحل ديالها. شاركت معكم المراحل مرحله بمرحله باش تجيكم ساهله بالنسبه للبنات المبتدئات. تقدروا تجربوها، وتقدروا تقسموا المقادير على جوج وتعملوا غير نصف الكميه. انا هنا عملتها بحجم عائلي، كان ولادي مشتاقين لشي كيكه ديال الشكلاط، كيقول يا ماما بغينا شي كيكه تكون مشكلطه مزيان. وانايا برعتهم الصراحه في هذا الاسبوع، راهم تبرعوا بها. نتمنى حتى نتوما تجربوها لوليداتكم. الحجم ديالها كبير، المذاق غزال، ولو مكلفه شيئا ما، ماشي بزاف، غير شويه شويه. والصحه والراحه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.